ما في زول بيقدر بيزيفه، لا انت بتقدر بيزيفه، لا انا بقدر بزيفه، ولا في زول الان واقف في وضعيه بتاعت حياه بيقدر بيزيفه. النازل لما طلعوا في فترتنا الاولى دي سنه 2003 دي وحملوا سلاحهم ويتمردوا على نظام الدوله السودانيه دي، انا هنا بقول لك انه النظام ده اجبر كل بني ادم يحمل سلاحه. يعني انت الوقت ده لو عندك مقدره بتاعت كود وسط ولا ود شمال ولا ود شرق في انك تحمل سلاحك كان حملته، لانه البشير ده لما جه طلع على مستوى الاعلام قال اي زول داير حقه على مستوى الدوله دي يشيل سلاحه، المجموعات دي اختارت سلاحها وشال الامر بقرار الدوله في انها ما دار تدي زول حقه. طيب ده وضع طبيعي في انه الناس يتبنوا حقيتنا العسكريه، لكن المنظور المضمون في انه نحن نتكلم الدعم السريع كان اين موضعه من الاعراب من الحته دي؟ هل الدعم السريع فات شال سلاحه سنه 2003 مع عبد الواحد محمد نور؟ ابدا لا، ذات المجموعات دي. يعني انت لما تقول لي اهله قاعدين في المعسكرات، المعسكرات دي تم تاسيسها من سنه 2003، ما تم تاسيسها الان في ظل الحرب الان الموجوده دي. بيبقى انه ما من المنطق والعقل يا ابو جوان زاد واجرمت في حقيه المواطنين ديل في انه انا اجي اضع يدي معها واشوف انها هي المخلص الحقيقي بالنسبه للشكل الحاصل داخل الدوله السودانيه دي ببساطه. يعني اللي اسس معسكرات ابو شوك وزمزم والكلام ده كله اسسوا الدعم السريع بمختلف مسمياته، اذا كان جنجويد او اذا كان غوات بتاعه حرس حدود او اذا كان دعم سريع. ولو رجعنا ما قبل 86 بنلقى انه ذات المعسكرات اللي انت تتكلم عنها في جبال النوبه دي اسستها غوات ما تسمى بغوات المراحل ببساطه. بس يعني بيبقى انه يا ابو جوان الكلام ده نحن مساله انه الناس دايرين احقيته في السلطه والكلام ده حميتي ده قاعد في السلطه. الكلام ده ممكن ينطبق في القوه المشتركه، ينطبق في عبد الواحد محمد نور، ينطبق في عبد العزيز الحلو، لكن بيبقى انه ما من المنطق برضه في زول يمشي يضع يده في ذات الميليشيا اللي كانت موجوده في نظام سابق افسدت ما افسدت واجرمت ما اجرمت. طيب نرجع للنقطه الاساسيه الاولى، قلت لي يا اخي مركز اتخاذ القرار اللي هو الخرطوم، ونيالا دي ما تعتبر مركز، وكادوغلي دي ما تعتبر مركز، والحتات اللي انا ذكرتها واستدلت قلت لي انه دي ما تعتبر مركز. طيب طبيعي جدا في انه الخرطوم دي تعتبر المركز الاساسي باعتبار انها هي الحرميه الاساسيه بالنسبه للسلطه على مستوى الدوله السودانيه، بيبقى انه ذات الحرميه الاساسيه دي عندها. معلش الناس اللي في التعليقات يا اخواننا الاسامه ممنوعه. لا 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 اي زول اكتب يا اخي، انا ما يا ابو جوان عك الله لا اي زول لا 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 دي حاجه ما للمنصه يا مشكله. عمر. لا ما عليك انت، دي حاجه للمنصه يا ملك الكبشره، عليك الله احترمنا رجاء بس عشان ما لا لا نفسد. عادي عادي يقول كلامه يا ابو جوان احترموني عك يا الله ما في شباب. مشكله عادي. لا لا ما في مشكله اي واصل زول واصل. يقول كلامه، انا الحاجه دي ما بتضايقني يعني ما ده الواحد على مدى عقليته وعلى مدى فهمه وعلى مدى حاجاته الثانيه اللي بيحملها في راسه. طيب لما تيجي تقول لي يا اخي انه اتخاذ القرار ده اللي هو الخرطوم بس وما محصور في المساله بتاعت نيالا، انا اقدر ابسط الحته دي. يعني الليله لو في ثروه او في مورد في نيالا دارين يجيبوه من نيالا، القرار اللي بيتخذوه مش بيتخذوه في السلطه الحرميه، من المفترض انه السلطه الحرميه ترفع قياده رئاستها بالنسبه للحكومات الموجوده ممثله في ذات المناطق، وانها تبدا في شكل التشريع بتاع اجراءاتها. طيب من الحاجه دي هنا بتعتبر انه نيالا او المراكز الاخرى، اذا كان نيالا اذا كان المجموعات بتاعه الفاشر كدغلي، الحتات دي كلها تعتبر ضمنيه او اليه من اليات المركز. وهنا ده الكلام ده بيتنافى مع كلامك انت اللي بتتحدث عنه. نيالا تعتبر مركز اتخاذ قرار على مستوى الدوله، الفاشر تعتبر مركز اتخاذ قرار على مستوى الدوله، كادوغلي تعتبر مركز اتخاذ قرار على مستوى الدوله. ودي ما داير اي مساله بتاعت نقاش نحن قلنا نتغلط فيها وقلنا نتناقش فيها، لانه لو اي امر تنفيذي على مستوى الولايه دي داير يتم تطبيقه من خلال المركز بيرفع اليته لشكل الحكومه الموجوده على مستوى المنطقه او الامانه الموجوده وبتتماشى بتاعها. لما تيجي تقول لي انه ما في وزاره موجوده، في وزارات موجوده يا ابو جوان، في وزارات موجوده، في وزاره بتاعت ماليه موجوده في نيالا، في وزاره بتاعت رعايه اجتماعيه موجوده في نيالا، في وزاره بتاعت كذا موجوده، ودي مستويات ما تسمى بمستويات الحكم على مستوى الدوله. يعني نازل قاعدين بوزاراتهم بيمثلوا اليه السلطه الموجوده في هرميتها. بيبقى انه الكلام الداير اقوله لك انا المستقصد من المركز والهامش بحسب المفاهيم اللي ذكرت بالكتاب ديل ما هو بنفس المفهوم بتاع انت بتتكلم عنه، لانه ده طبيعي جدا الحراميه بتاعتها تكون في الخرطوم والكلام ده يكون عشان نتجاوز النقطه دي. طيب نمشي لحته قلت لي يا اخي جيب لي حزب واحد ما فيه زول من ابناء الشمال ديل، انا بديك حزب واحد بس، والحزب اسمه حزب العداله والتنميه. امشي ابحث عن الحزب ده، شوف الاسس منه وشوف علاقته شنو بالوسط وعلاقته شنو بالشمال وعلاقته شنو بالشرق وعلاقته شنو باهله. في احزاب موجوده، بيبقى الاحزاب دي موجوده وما داير اي مساله انه الناس تتناقش فيها. طيب الاحزاب اللي بنيت على مستوى الدوله السودانيه دي
ما بنيت بنظريه مجتمعيه. اللي نحن لو جبنا الحركه الاسلاميه المنضم لها طاهر باخشب ده بتلقى انه في مشروع كبير جدا اتبنوه المجموعات دي، هو ما يسمى بالحركه الاسلاميه بتاعته، في منظرين نظروا، في اراء وضعت، كذلك بنمشي نلقى الحزب الشيوعي السوداني بيستند عليه منافسته ورؤيه اساسيه، مشروع سياسي كامل بيتبنوه مجموعه بتاعت اطراف داخل الدوله السودانيه. الاطراف دي ما من المفترض انه كمثال يكونوا بس من الشمال، ما هي دي فكره انا بعممها على مجتمع سوداني، بتلقى قبوله في الشمال، بتلقى قبوله في الوسط، بتلقى قبوله في الشرق، بتلقى قبوله في الغرب، ودي شكليه الاحزاب على مستوى الدوله السودانيه عموما. يعني بيبقى انه هرميه النظام السياسي ده او الحزب المؤتمر الوطني ده والطاهره وخشب جزء منه ممكن يقول لك الكلام ده. الحركه الاسلاميه دي لما تم تاسيسها بقياده حسن الترابي كانوا في من ابناء غرب السودان ده قاعدين على هرميتها، كيحيى داود بولاد، ويعتبر جزء من الناس اللي اسسوا ونظروا الحركه الاسلاميه. عندك بتاع اللي هو لك الطريق بتاع الانغاز الغربي اللي هو اسمه علي الحاج، هو من ابناء ذات المجتمعات. عندك احمد كبر، عندك اللي هو الان اللي بيعتبر المحلل الاساسي بالنسبه للدعم السريع، ورجل يعتبر في الحركه الاسلاميه ونائب رئيس المؤتمر الوطني كان في لحظه من اللحظات، اللي هو اسمه دون اسمه يا طاهر اسمه ممكن تدينا له. يعني دي الشكليه بتاعته. بيبقى انه انا كلامي لك في الحته الاولى اللي انت تحدثت عنها، انت الليله لما تيجي تنقض نظام سياسي فاشل بتنقضه في شكل المضمون بتاعه، الحاجه دي ما بتوجهها لضمنيه بتاعت مجتمعات، وللاسف حتى حسبوا حتى المساله بتاعت حميتي ما كان جزء من نظام سياسي. انت طلعت في ثوره كابو جوان وقدمت انتقادك لنظام الغاز وما تقبلته، لكن بتتناسى تماما في انه ذات النظام الفاسد اللي قعد في برلمان من 89 لحد سنه 2019 هو اسس لذات المجموعه بتاعت الميليشيا، ويعتبر انه الميليشيا دي جزء لا يتجزا من نظام المؤتمر الوطني، جزء لا يتجزا من نظام المؤتمر الوطني. وده طبيعي جدا في انه نازل من ذات المناطق دي داخلين في شكليه اتخاذ القرار داخل ما يسمى بمنظومه المؤتمر الوطني. نحن الكلام ده كله بنقوله مش عشان نحن دايرين نجي نثبت بانه الاحزاب دي حكرا على مجتمعات معينه. هسه انا بسالك سؤال يا ابو جوان، انت زول بما انك زول من وسط السودان وزول من ولايه الجزيره دي، اديني قيادي واحد في ولايه الجزيره، قيادي واحد لو بنحسبها بالطريقه دي، قيادي واحد من ولايه الجزيره دي في الحركه الاسلاميه، قول لي فلان الفلان او في المؤتمر الوطني عنده قدره بتاعه اتخاذ قرار داخل الحكم بتاعه. ببساطه يعني الكلام ده نحن بنقوله والدارين الناس تفهموا، مش معناته انه الاحزاب السياسيه دي مبنيه على هيكليه بتاعت مجتمعيه واحده، لا الكلام ده غير صحيح وغير منطقي. الطاهر ابو خشب ده خير دليل كان في نظام المؤتمر الوطني لحد ظل الثوره السودانيه دي، لحد ظل الثوره السودانيه دي كان موجود مع الكيزان ديل، وزول بينحدر من مناطقيه معينه وشايف كل الانتهاكات والجرائم اللي مارسها المؤتمر الوطني في حقيه ابناء ذات الناس اللي انت بتتحدث بلسانه ده وبتخط الحديث بصورته دي. ما قدر يطلع ويقدم انتقاده بصوره واضحه لنظام المؤتمر الوطني، ولا حتى الطاهر ابو خشب المسكين، حتى حميدتي في عظمه ما قدر يقدم انتقاده بالنسبه لشكل الجرم اللي كان بتمارسه حكومه الانغازي في حقيه المجتمعات دي ببساطه يعني. طيب قلت لي يا اخي تاني بتاعت انه انتوا ليه رافضين الحكم الفدرالي؟ شوف يا ابو جوان، نحن ما دايرين نتكلم عن المساله بتاعت كلام سيولي وعام. الفدراليه دي في عوائق داخل الدوله السودانيه بتواجهها. انت لما تيجي تقول لي يا اخي انه الفدراليه دي نجحت في مجتمعات كمثال الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه دي، في الاسس الاساسيه اللي بتعيق ما يسمى بالفدراليه دي هي الخلافات المجتمعيه داخل المناطق دي. ببساطه انا اقول لك، ما هو الليل عشان انا اجي اقول لك اسس لي فدراليه كمثال في وسط السودان ده، حتقدر تاسسها؟ ما حتقدر تاسسها، لانه الفدراليه دي عشان تيجي تاسسها انت في وسط السودان حيجي طالع واحد يقول لك انا صاحب الحيكوره دي وصاحب الارض، ودي واحده من القواعد الاساسيه اللي بتتنافى مع شكليه الفدراليه على مستوى الدوله السودانيه. نحن ما وصلنا لسه كمجتمعات طور بتاع فدراليه. الدول اللي نجحت فيها الفدراليه دي حصلت فيها عمليه بتاع تحول ديموغرافي كبير جدا. اذا كان الولايات المتحده، هسه انا لو جيت سالت سؤال قلت الولايات المتحده الامريكيه دي او اي مقاطعه فيها اصحابها منه، ما حتلقى زول صاحبها. كمثال الليله يتعسى الفدراليه ده تطبقها في كردفان دي، جوك ناس قال لك نحن ما متفقين مع شكل الناس زي اللي يحكموا ولايه كردفان دي او مقاطعه كردفان دي، ما متفقين معاهم. حتمسحهم؟ ما حتمسحهم. دي واحده من الادوات اللي بتفشل لك ما يسمى بحكم الفدراليه على مستوى الدوله السودانيه، لانه المجتمعات دي لسه ما وصلت الطور بتاع وعي في انه كيف تدار الدوله وبانه كيف تدار المناطقيه. والعقليه دي للاسف قاعدين يتعاملوا بها الجنجويد ديل في خطاباتهم وفي اعمالهم السياسيه وفي مفاهيمهم السياسيه، ودائما بيكرسوا شكل الاشكال دي لمساله بتاعت مجتمعات. يعني انا الليله لو دار اجي احقق الفدراليه دي على مستوى دارفور كمثال، دارفور دي فيها تعدديه ثقافيه اثنيه عرقيه موجوده، ادي اولويه الحكم لمنه؟ سؤال كده بس انا بسالك له، قول لي اديها لمنه بمفهومك بتاع الفدراليه ده؟
اجي اديها لعبد الواحد محمد نور حتطلع المشتركه كمثال تقول لك انا ما رافضه، اديها للمشتركه حيطلع الدعم السريع يقول لك انا رافض. طيب يبقى انه الطور بتاع الفدراليه ده نحن لسه ما وصلنا له، بيبقى انه ما لم يكون في عمليه بتاع الصياغه واضحه للمجتمعات الموجوده دي وتقبلها والكلام الكثير ده. بعد ذلك تعال اتكلم عن مساله بتاعت فدراليه. قلت له يا اخي ليه انتوا اديتوا ناس المشتركه دي 7 وزارات وما هنا وهم قبلوا بالكلام ده؟ بما انك انت زور رفضت الحكومه بتاع التاسيس دي وطلعت فيديو كبير قلت الحكومه دي ما بتمثلك وانه منصتك ما بتتكلم عن مساله بتاع التاسيس. الحاجه دي لما ادوها لهم في ظل ما يسمى باتفاق كانت كل القوى السياسيه موجوده فيه، وحتى الدعم السريع كان موجود فيه. يعني انه الناس اخذوا نصيب داخل الدوله السودانيه دي بحجم الشيء التاريخي اللي حصل، بحجم العداله الانتقاليه، بحجم الحرب اللي قامت من 2003، بحجم المفاهيم دي كلها اخذوا ثرواتهم دي واخذوا نصيبهم في مساله السلطه دي. والكلام ده يمكن حصل ما قبل المساله بتاعت الحرب الان دايره داخل الدوله. اذا كان انت عندك احتراض او اذا كان الطاهره ابو خشب عنده احتراض او حتى الدعم السريع عنده احتراض، لماذا قبلوا بالمفاهيم دي؟ يعني انا ده سؤال بسالك ليه، يعني ليه الدعم السريع ده وافق في انه يدوا جبريل ده وزاره ماليه؟ وهل من الطبيعي جبريل ما يشيل بوزاره ماليه؟ طبيعي جدا يشيل بوزاره بتاعت ماليه، وانت زول بتدعي بتقول انه الناس يدون حقوقهم في المساله بتاعت الحكم والتوزيع العدل بالنسبه للسلطه والثروه. يعني دي انا ما بشوفها اليه بتاعت انك تنتقضها او انه كذا القوى المشتركه من حقها انها تشيل وزاراتها. ويمكن للاسف دي برضه التعامل الان بيتعاملوا به الحكومه بتاع التاسيس. يعني الان الحكومه بتاع التاسيس دي كلها اتكرست لمجموعتين بس معينتين، يعني اذا هو مسمى بالدعم السريع او اذا كان مسمى بالحركه الشعبيه، والحركه الشعبيه ماخذه لها اكثر من 7 وزارات، والدعم السريع مكرز على بعض الوزارات ومدي باقي المجموعات الموقعه معه في تاسيس فتات بتاع تمثيل. يعني وللاسف حتى اللي لهم اليه بتاعت سلاح على مستوى اقليم دارفور جردوا تماما من شكليه الوزارات اللي لها تاثير في اتخاذ القرار على مستوى حكومتهم. يعني ما هو ليه لا صندل نحن ما شايفين انه ادوه وزير دفاع ولا ادوه وزير ماليه ولا ادوه وزير خارجيه ولا ادوه الوزارات ذات السياده اللي زي ما انتم بتتكلموا عنها. يعني بيبقى انه العقليه الدراماتيه اللي انتم بتتعاملوا بها في نقدكم لحكومه بورسودان اتمناكم في انكم تنقضوا بها ذات الحكومه اللي انتم ماشيين وراها. يعني ببساطه يعني ده الكلام اللي انا داير اقول لك في النقطه دي. طيب قلت ليه انه ابناء الغرب الا يشيلوا سلاح؟ ودي واحده من الحياه اللي يمكن كل الشعب السوداني عارف في انه في نظام سياسي، الكلام ده انا برضه ما اقدر اكرره، في نظام سياسي اجبر المجموعات دي كلها في انها تشيل سلاحها في حقيقتها في السلطه. دقيقه يا جماعه، دقيقه بس عقب لو دار تعقب دقيقه. طيب خلاص انا حابدا اعقب، لكن باقي كلامك كمله. انا باقي لي نقطتين بس حعقب عليه، ما في مشكله، واصل كلامك.